كأني في هذه الدقائق اليسيرة أستحضر كل ما سطره التاريخ عن مواقف أهل المغرب، فدورهم في الجهاد والرباط والفتوحات لا ينكره عاقل. فمن نشر الإسلام في أدغال أفريقيا، ومن أوصل الإسلام إلى ربوع أوروبا، سلوا روما وبرلين وإسبانيا وباريس، من أسس فيها المراكز الدعوية والمعاهد الإسلامية، ستجدهم أهل المغرب. هذه المغرب التي أعرفها أنا في المغرب أبحث عن علم فأجد العلم، وغيري يبحث عن أمر آخر فهذا شأنه. نحن نعرف بلاد المغرب وأهلها، بلد كله حضارة وكله تاريخ وكله علم. لو نطق الجدار في المغرب لنطق حضارة، ولو نطق الحجر في المغرب لنطق تاريخا، ولو نطق الورق في المغرب لنطق علما. يكفي أن المغرب تحتضن جامعة القرويين بمدينة فاس، وما أدراك ما جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم بحسب اليونسكو، فقد بنيت في منتصف القرن الثالث الهجري، وما تزال إلى الآن تخرج العلماء والفقهاء وذوي الشأن الكبير. فليعلم كل مدع للثقافة والعلم وكل مفاخر بشهادته العلمية أو رتبته الأكاديمية أن في رقبته دين للمغرب. فهذه الجامعة هي أول مؤسسة علمية اخترعت الدرجات العلمية والكراسي العلمية المتخصصة في العالم، فلها كان السبق، وكانت هي حاملة المشعل، ومنها انطلقت البارقة الأولى. فإن تعجب المغرب رجالها رجال دين وخلق، ونساؤها نساء عفة وفضل. كيف بك لو رأيت النساء المغربيات الشريفات العفيفات وهن يتهافتن على المساجد ويتوافدن على الدور القرآنية لحفظ القرآن وتعلم الشريعة. وحتى الأساتذة فيهم الرجال والنساء. في المغرب سترى نساء عالمات وفقيهات وحافظات لكتاب الله، يحملن أعلى الشهادات في العلوم الشرعية والأدبية والفقهية وكذا العلوم العصرية. وحيث نظرت في المغرب على مد بصرك تستوقف نظرك قباب المساجد والمآذن، وهي وقت الصلاة ملأى بالمصلين والذاكرين. أما مساجدها في ليل رمضان فلها حال أخرى، تكاد تظن أن نجوم السماء قد نزلت إلى الأرض، فهي مزدحمة بفضلاء المغرب ونبلائها وعبادها، في منظر تقشعر له أبدان الموحدين وترق له قلوب المؤمنين. أهلها أهل كرم وطيبة وحفاوة مع القريب والغريب، أزعجون بالحديث عن أهل الفساد في المغرب وما حدثونا عن أهل العبادة والفضل والعلم والكرم. وفي ختام هذه الكلمة، إن كانت لي من نصيحة لأهل المغرب ولغيرهم ممن ابتلوا بالفساد والمجاهرة بالذنوب والعصيان، لا تسيئوا إلى شعوبكم بفعلتكم، فتلك شؤم المعصية. فئة قليلة شاذة تجاهر بالمعصية تجرئ مفلسا لا يسوى فلسا على أن يسيء إلى أمة فاضلة بأكملها. حياكم الله يا أهل المغرب، تساميتم عن كل مسيء، فسهام الباطل لا تجد طريقها إلى نفوس أهل الحق. الله يتولاكم، وما كان الله ليضيع أجر المحسنين.